السلام عليكم. هنعمل النهارده القراقيش الجميله. عندنا 2 كيلو دقيق، قصادهم كيلو زبده او سمنه على زيت، يعني نص سمنه ونص زيت. طبعا الزيت يكون من النوع الحلو عشان يديكي طعم كويس. عندنا 6 معالق لبن بودره، و6 معالق سمسم، ومعلقتين ينسون يعني مجروشين، يعني مضروبين في الخلاط بس مش ناعم، ومعلقتين شمر. مش هقول لك ريحه الشمر عامله ازاي. 4 معالق سكر، معلقتين خميره بيره. اول حاجه نشوف هنعمل ايه. اول حاجه اعملها يا بناتي اختبر الخميره. ادي معلقتين الخميره. بنحفظ مكوناتنا علشان ايه. ادي خميره بيره، ممكن تستعملي خميره فوريه معلقتين او 3 معالق على ال 2 كيلو. بعد كده اهو هنحط السكر زي ما انتم شايفين كده، والنص كوبايه الميه الدافيه، وابتدي ادوب كل مكوناتي زي ما انتم شايفين كده. هنركنها على جنب. طيب ايه المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه ادي عندي الدقيق. طبعا دقيق يبقى ذره ملح سنه. وبعد كده احط المواد الجافه اللي هي البكوين، البيكنج باودر، و6 معالق سمسم، و6 معالق لبن نيدو. يفرق كتير. افضل بالوادي اليانسون المطحون. انا احب جدا الشمر في قلب القراقيش. هنحط طبعا ادي ده كيلو سمنه على زيت. حاول بقى ابسها. انتم شايفين كده طريه، حتى هي مش محتاجه ميه للعجن من كتر ما هي ناعمه وريحتها خطيره. ابتدي بقى اوسع لها بقى، احطها اختمرت. وادي زي ما انتم شايفين كده. ابتدي انزلها. دوبنا الخميره اهي، دوبناها بس لسه ناشفه شويه. احط بقى انا الميه الدافيه بتاعتي. احط كوبايه كامله. وادي دعكناها وعجناها كويس لمده 10 دقائق او 15 دقيقه. ابتدي بقى اسيبها تخمر زي ما انتم شايفين كده، وعليها الفوطه زي ما انتم شايفين كده اهوت. تسيبها بقى تختمر نص ساعه ساعه. طبعا بالنظر لما تيجي تشوفيها وتحسي انها عاليه كده وخمرت، يعني خمرت بتبان. هنركنها على جنب. خمرت على الاخر، حاجه جميله خالص. بسم الله ما شاء الله. يعني اضغط عليها كده وكله يهبط زي ما انتم شايفين كده. عجينه جميله جدا. نبتدي بقى نشكلها. نشوف بقى احنا هنشكلها ازاي. زي ما انتم شايفين كده. حاطه على كيس بلاستيك من تحت واهي زي ما انتم شايفين. احط بقى كيس برده عليها من فوق عشان افردها زي البسكوته كده رقيقه. هنحط رق تاني عليها. ممكن تعمليها بالعجوه. العجوه زي ما قلت لكم بتتفك بمعلقتين سمنه ومعلقه سمسم زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى فكيت العجوه زي ما انتم شايفين كده اهي. ابتدي افردها عشان احطها عليها. واديني فردت العجوه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اشيلها واحطها على العجينه اللي تحت. ادينا حطينا العجينه عليها العجوه، وابتدي افرد اخليها زي الرقاق، لان فيها برضو عجينه من فوق هتبقى فيها زي ما انتم شايفين كده. ابتدي احط برضو عجينه من فوق زي ما انتم شايفين كده، واحط عليها كيس وافردها. طب زي ما اشيل الاكياس واحطها عليها زي ما انتم شايفين كده. سويتها من الجناب من هنا ومن هنا اهو، وكمان من هنا. بقت عندي عجينه مظبوطه من كل ناحيه. ابتدي بقى ادي كده اهوت اعمل رول كده ادي اهو، وابتدي افرد والف ادي الف لغايه نص العجينه كده، وابتدي اقصها
بعد ما برمتها كده ابتدي بقى ايه، اقطعها كده، انزل عليها كده. شوفي مشرشره ازاي، وتعمليها كده اهوت، اشكال وافكار اهو. طبعا خطيره. شوفي داير، بصوا بصوا اهي العجوه اهي. طبعا اتفردت عشان خاطر ايه، احنا عملناها صح. ادي اقطع كده، دي جميله قوي اهي. اسيب مسافه لانها تختمر تاني، برضو اسيبها ترتاح برضو تاني زي ما انتم شايفين كده. طب وهنا اهوت ممكن تعمليها بالشكل ده، تعمليها تلفيها تاني رول تاني زي ما انتم شايفين كده. يا اما نعملها صوابع كده طويله كده اهو، زي ما انتم شايفين كده، صوابع في منتهى الجمال اهي. طبعا تشرفك قدام ضيوفك، شكلها وجميل اهو يا حبايبي اهو، جميله خالص. اديكوا عندكم ايه الافكار، ممكن تعمليها ساده. الشمر طبعا بيبقى خطير وريحته جميله، جميل. ادي ابتدي بقى انا اعمل بقيه العجينه وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده ادي الشكل بتاعه. هنحطها في درجه حراره 170 في الرف الوسطاني، هيقعد قيمه نص ساعه. ممكن برضو نحشيه ملبن زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ايه اقفل عليه كده اهوت، وادور بقى ايه الف كده، وابتدي اقطع. محشي ملبن برضو زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحشيه مش بس زي ما انتم شايفين كده، مش بس عجوه، كمان ملبن، اي حشو انت عايزاه، مكسرات تطحنيها وتحطيها في النص. افكار يعني الله الفنان اللي جواك. هنحطه طبعا في الصاج زي ما انتم شايفين كده اهو، نحطه في الصاج دهناه، نسيب مسافه بينهم. اكمل وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده المنظر الجميل، حاجه جميله خالص اهو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.